رمضان في البحرين مو بس شهر، هو إحساس نعيشه وتفاصيل تبقى في البال، ومعاني الإيمان تتجدد في كل لحظة، من القرآن إلى المساجد وإلى الزينة في الشوارع وإلى صوت مدفع الإفطار. ويبقى سؤال واحد: شلون هي أجواء رمضان في البحرين؟ ومن هني تبتدي قصتنا. والقرآن في مملكة البحرين له مكانة خاصة وحضور واضح في الرعاية والاهتمام على أعلى المستويات. هالاهتمام ما يوقف عند الحفظ ولا بطباعة المصحف بس، لكنه يمتد للتحفيز وصناعة قدوة جديدة من أهل القرآن. ورعاية أهل القرآن تحظى برعاية واهتمام كبير وبدعم ورعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. حي على الصلاة. ومن هالاهتمام انطلقت جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم لتشجيع الحفظ والتلاوة والارتباط بكتاب الله تلاوة وتسميعا. اجتماع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وتلاوته يهذب سلوكهم وينمي معارفهم، وبالتالي يسهم في صياغة الشخصية المسلمة في هذا الوطن العزيز. البداية هذه توضح شلون الفكرة كانت أعمق من مجرد مسابقة. خلونا نتعرف أكثر شنو الهدف الأساسي من هذه الجائزة. الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الجائزة هو تشجيع أبناء المسلمين على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وعلى الاجتماع على القرآن الكريم، وكذلك إذكاء روح المنافسة بين حفاظ القرآن الكريم وقراء القرآن الكريم في مملكة البحرين. الهدف واضح، لكن السؤال الأهم: من اللي تستهدفه الجائزة بالضبط؟ تستهدف هذه الجائزة بالمقام الأول الطلاب في المراكز والحلقات القرآنية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومع ذلك فقد امتدت هذه الجائزة لتشمل فئات مختلفة في المجتمع، منهم طلبة المدارس والجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل، وكذلك فئات الجمهور المختلفة. هالجائزة تتعدى المنافسة وتوصل للقيم اللي نعيشها كل يوم. لا يكون فيها بردا ولا شرابا. شهر رمضان هو شهر القرآن، وهني تلتقي آلاف المصاحف والمخطوطات في واحد من أجمل وأهم معالم البحرين، بيت القرآن. لما تمشي داخل بيت القرآن تحس أنك تمشي داخل تاريخ كامل. ومثل ما حفظ بيت القرآن تاريخ المصحف عبر السنين، كان لابد أن يكون له مؤسس حمل الفكرة وآمن بقيمتها. قابلنا الدكتور عبد اللطيف جاسم كانو، الباحث والهاوي لجمع المخطوطات القرآنية واللي تبرع بمجموعته الخاصة لتأسيس بيت القرآن في المنامة عام 1990. يتعجبون، يقول هذه ما في إلا في الجامعات الكبرى في أوروبا وفي أمريكا، وين حصلت هذه؟ لكن اللي موجود عندنا هنا في بيت القرآن من التراث الإسلامي ما يتصور الإنسان مقارنة بأي متحف في العالم. من شغف شخصي إلى صرح حضاري، صار بيت القرآن اليوم واحد من أهم المراكز الإسلامية والثقافية اللي ضم مخطوطات نادرة ومكتبة تحتوي على آلاف المجلدات في علوم القرآن والتاريخ الإسلامي. وأنا سمعت من جميع أنحاء العالم بأن تكون جزء من حياتي، ثم انتقلت فيما بعد إلى مؤسسة بيت القرآن، وبعدين المدينة اجتمعنا فيها كل ما هو جميل ومتميز، وكتب بخط ألوان مختلفة، وفي عندنا أنواع من المصاحف متكاملة، وفي مصاحف جزء من المصاحف
هذه بيت القرآن، قصة مكان بدأ بفكرة وكبر بعطاء. ومثل ما بيت القرآن حفظ تاريخ المصحف، كان لابد أن يكون للبحرين مساهمة حاضرة تحمل اسمها وتخدم القارة اليوم. مصحف البحرين هو أول مصحف تطبعه مملكة البحرين من مخطوطة مملوكة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبخط الخطاط الدكتور عثمان طه. عثمان طه كخطاط معروف، هو الذي خط مصحف الدار الشامية واسع الانتشار، وهو الذي خط جميع المصاحف التي ينتجها مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف في المدينة المنورة. وطباعة مصحف البحرين جاءت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كامتداد لنهج واضح في خدمة القرآن الكريم وحفاظه وقراءه. هذا المصحف مصحف البحرين هو آخر ما كتب الخطاط عثمان طه، وهو النسخة 14 التي خطها بيده. ويتميز مصحف البحرين بطباعة مريحة للعين ومسافات أوضح بين الحروف وزخارف صممت خصيصا لتكون نسخة بحرينية خاصة لأول مرة في تاريخ مملكة البحرين. وإذا كانت المساجد هي المكان اللي يتردد فيه صوت القرآن وتقام فيه حلقات التسميع والتلاوة، فلازم تكون جاهزة ومهيئة لاستقبال شهر رمضان. وهني نشوف الجهود المستمرة على الأوقاف السنية والجعفرية علشان الأجواء تبقى مطمئنة والعبادة تمشي بكل سلاسة من دون أي مشاكل فنية أو تقنية في بيوت الرحمن. وهالجهود في صيانة وتطوير المساجد ما كانت مبادرة منفصلة، بل جاءت ضمن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 60 مسجد في مختلف محافظات مملكة البحرين، مع توفير الميزانية اللازمة وتسريع إجراءات التصميم والتنفيذ. لصيانة المساجد خلال شهر رمضان المبارك هناك خطة تبعها الإدارة العامة للأوقاف السنية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. أبرز أعمال الصيانة اللي احنا نقوم فيها خلال هالأيام هذه اللي تعتمد على بعض البنود الأساسية اللي احنا نركز عليها، اللي هي تلمس المصلين في دخولهم إلى المساجد أو الجوامع. على سبيل المثال نظام التكييف لازم نتأكد منه، تنظيف المساجد، نظام الصوتيات، السجاد إذا يحتاج إلى استبدال أو تنظيف، صيانة الأجهزة الكهربائية، الخدمات المرافقة الخاصة بالمسجد أو الجامع تكون مهيئة. هالتجهيزات والاستعدادات تأكد حجم الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية في صيانة وتطوير المساجد في مختلف مناطق مملكة البحرين علشان تبقى بيوت الله مهيئة وجاهزة دائما، وسير العمل في صيانة المساجد يمشي وفق خطط معتمدة ومواصفات فنية وهندسية دقيقة. ومع كثافة هالاستعدادات قبل دخولنا الشهر الفضيل، أكيد يتبادر سؤال مهم: هل الصيانة مرتبطة بس بشهر رمضان؟ أعمال الصيانة مستمرة خلال السنة أو طوال السنة. الصيانة عندنا في الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية على مدار العام لصيانة عدد 60 مسجد صيانة شاملة وليست جزئية بمعدل 5 مساجد شهريا. وانطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية تم إطلاق مبادرة لدعم ترميم وصيانة المساجد اللي ما لها وقف، وتقدر تساهم مبلغ بسيط ممكن يكون سبب في استمرار عمارة مسجد وخدمة المصلين. وأجهزة التبرع الرقمية متوفرة في عدة مواقع في البحرين، منها مجمع الأفنيوز ومجمع مراسي جاليريا وسوق البراحة ومجمع سيتي سنتر البحرين. لكن شلون نعرف فعلا ان رمضان دخل، وشلون نحس ان الاجواء تغيرت والطاعه تكثفت والقلوب استعدت لاغتنام الاجر؟ نسمع صوت مدوي وله تاريخ بالثلاثينيات، مدفع رمضان صوت كبرنا عليه. تشوفون قدامكم مدفع رمضان، وهو موروث شعبي وتاريخي لمملكة البحرين، والجمهور يقول ثارة الوردة. كلمة تنقال لما يقوم رجال الشرطة بإطلاق ذخيرة صوتية بعد سماعهم كلمة أرمي من قائدهم. مدفع أرمي. ليبدأ بعدها الناس بكسر صيامهم وأداء صلاة المغرب. واليوم تطلق الذخيرة إعلاناً لدخول شهر رمضان والأعياد والمناسبات،
بإطلاق 8 طلقات. مدفع واحد إلى جميع المدافع. 3 2 1 مدفع ارمي. الله على رمضان وأجواءه، شهر يخلي الفرح يبدي في قلوبنا ونعيشه بإخلاص وبقلب حاضر علشان نحمل أثره بداخلنا حتى عقب ما ينقضي هالشهر. والحين عرفت شلون؟